قبض جهاز لمكافحة الهجرة غير الشرعية في العاصمة الليبية لاحد على نحو 200 شخص خلال مداهمتين على مخبأين في منطقة الحشان غرب طرابلس. عمليات التوقيف تمت دون مقاومة من قبل المهاجرين. الجهاز الأمني قال إنه اعتقل المهرب وإن الموقوفين من بلدان أفريقية وكانوا يستعدون للإبحار بطريقة غير شرعية نحو أوروبا. المنظمة الدولية للهجرة كانت قد أحصت الجمعة وصول نحو 6000 مهاجر ولاجئ أبحروا من ليبيا إلى إيطاليا خلال 4 أيام. وتوقعت المنظمة أن هذا العدد ليس إلا أول دفعة من موجة قد تصل إلى 100,000 مهاجر ولاجئ أو أكثر. في سياق موازن، زار وزير خارجية كل من فرنسا وألمانيا طرابلس السبت لإعطاء زخم لحكومة الوفاق الوطني الليبية ودعم إرساء الأمن في هذا البلد الذي ينتشر فيه السلاح بأيدي جماعات غير منضبطة.